كوابيس وليست بأحلام، كان يحلمها منذ قديما. كل مرة يحلم يسجل ذلك في مذكراته. فكرة نشر الأحلام أتته أيضا منذ زمن قديم. كان عاد إلى مذكراته وأخذ ينتقي منها ما سيفيده بطبيعة الحال. هي أحلام مرتبطة بالواقع، بها أشخاص واقعيين كما ذكر الدكتور الرياضي. أحضر في الأحلام، يحضر أيضا أخي، يحضر أيضا حفيده يوسف، يحضر في الأحلام والده وإخوته وجميع العائلة وأيضا الأصدقاء. وذكر الأحياء التي سكن فيها، الأحياء والدور التي سكن الغرفة والدور الأصدقاء. كان كل شيء كان حاضر في الأحلام، الواقع كان متجليا فيها. نعم. طيب نشر مذكرة كوثائق يعني موجودة المذكرة. نعم. طيب شكرا سعاد وعلى هذه الفرصة التي أتحتموها لنا لكي نتقرب إلى هذا المؤلف. بطبيعة الحال لكم ردود فعل حول ما سمعناه، حول الدار اللي هناك، وبطبيعة الحال حول الأحلام وأدب الأحلام إذا صح التعبير. لكم الكلمة.